السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب اخوكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بامر الله النهارده هندرس كورس تاسيس، ان شاء الله يبقى محترم كده. الناس اللي داخله اولى ثانوي وثانيه ثانوي وحتى لو ثالثه ثانوي هيفيدك. ركز بس معايا فيه، ذاكره كويس جدا بعد ما نخلص ان شاء الله وربنا يكرمك بامر الله. تعالى كده نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا باول حاجه تكوين، ان شاء الله خير. هي بس كده ايه في الاول، بسم الله. تكوين الجمله يا باشا. انا عندي في اللغه الانجليزيه كده تكوين الجمله ده عشان بس ابقى فاهم، الله يرضى عليك وتركز معايا. بس خلينا بالازرق. كون من ايه؟ بيقول لك يا باشا subject الفاعل بلس الفيرب بلس الاوبجكت اللي هو المفعول. بكل بساطه اهو، انا ما قلتش حاجه. انا قلت في تكوين الجمله عندي 3 حاجات. انا ببدا بالفعل، بعد كده الفعل، الفيرب، بعد كده المفعول اللي هو الاوبجكت. يبقى انا عندي السبجكت والفيرب والاوبجكت. طب تعالى نعرف ايه السبجكت. الفاعل ده اصلا ممكن يتحط على اساس ايه يا باشا؟ الفعل ده بيقول لك ان هو يبقى حاجتين، يا اما نون اسم، يا اما بروناون ضمير. طب يعني ايه اسم او ضمير؟ انا عندي دلوقتي النون اسماء عاديه يا معلم، محمد، ابراهيم، محمد، عبد الله، ايا كان الاسم. اسماء جماد، اسماء حيوانات، اسماء علم، فدي كلها اسماء نون عادي جدا اهو. ويا اما البروناون ان هو بيبقى ضمير، اللي هي ضمائر مثلا الفاعل زي اي وهي وشي وات وي وي وذي والكلام ده كله اللي احنا عارفينه، وطبعا هندرسه دلوقتي بتفصيل التفصيل ان شاء الله. بس انا عايزك تفهم معايا الاساسيات. يبقى انا اللي انا قلته تكوين الجمله. تكوين الجمله ده عندي 3 حاجات، الله ينور عليك. سبجكت، الفيرب، بعد كده الاوبجكت. السبجكت الفاعل انا ممكن اسم عندي الحاجتين بيبقى نون وبروناون، والفيرب وعندي الاوبجكت اللي هو المفعول، وضمائر المفعول طبعا هندرسها. طيب انا الفيرب ده عندي ممكن يكون اللي هو الفيرب تو بي والفيرب تو دو والفيرب تو هاف. ادي يا سيدي الفيرب. يا اما حاجه اسمها اكشن فيرب، ماشي؟ صلي على اللي يشفع فيك. انا دلوقتي قلت حاجتين في تكوين الجمله. تكوين الجمله عندي السبجكت، عندي الفيرب، وعندي الاوبجكت. طب انا السبجكت قلت حاجه من الاثنين، يا اما نون يا اما بروناون. طب نون، طبعا النون عندي بالاسم يعني اكتر من حاجه. انا عندي كومن نون وعندي انواع كتيره قوي في النون، بس انا اللي عايزك تفهمه ان هو نون عادي، اسم عادي، ممكن يكون اسم شخص او ضمير اللي هو البروناون زي ما قلنا، ضمائر الفعل والكلام ده كده كده هندرسه. طب انا عندي الفيرب. الفيرب عندي فيرب تو بي ام واز وار، فيرب تو دو دو داز وديد، والفيرب تو هاف وهاز وهاد زي ما احنا عارفينهم. والاكشن فيرب اللي هو فيرب عادي زي مثلا يا سيدي بلاي، سي، ستاي، دي كلها اسمها اكشن فيرب. طبعا الاكشن فيرب طبعا عشان نحطه في الجمله، عايزك بقى تفهم معايا الحته دي. انا عشان احط الاكشن فيرب في الجمله بتاعتي وفق مثلا زمن معين او ايا كان الترتيب الزمني بتاعها، لازم معاها حاجه تساعدها. الاوكسيلري فيرب اللي هم دول افعال مساعده، الفيرب تو بي والفيرب تو دو والفيرب تو هاف. ده طبعا هيودينا لحاجه ده دلوقتي اللي احنا لسه هندرسها، اللي هي البارتس اوف سبيتش، الاجزاء الكلام هنفهمها دلوقتي بالتفصيل ان شاء الله وهتستفاد. بس انا عايزك تركز معايا. انا دلوقتي قلت عشان ادخل الاكشن فيرب اللي هو فيرب عادي ادخله الجمله بتاعتي واصرفه في الازمنه، اعمل ايه؟ الله ينور عليك. اجيب الاوكسيلري فيرب الافعال المساعده واضيفها معاها عشان تبقى جملتي متكامله. واخر حاجه عندنا هتبقى اللي هي الاوبجكت المفعول، بتبقى ضمائر المفعول. حلو جدا. تعالى يا باشا كده نخش على الPDF بتاعنا ونشوف الدنيا. البارتس اوف سبيتش عندنا دلوقتي اجزاء او اقسام الكلام او الجمله. انا جيت اتكلمت عن النون، قلت النون ده بيبقى عباره عن اسم زي علي، محمد، والخ، ايا كان، ساره، ابراهيم، محمد، عبد الله، زي ما احنا قلنا. حلو جدا، ده النون يا سيدي. طب جينا تعالى ناخدها بالترتيب. بس البروناون قلنا زي ايه؟ تعالى ناخدها بقى. اي والوي واليو والذي. جميل. طب ايه تاني يا معلم؟ دي ضمائر طبعا الايه؟ الجمع، هي وشي وات. الله ينور عليك. ادي البروناون. انا عندي الفيرب قلنا بيبقى نوع من حاجه من الاثنين، يا اما حاجه اسمها اكشن فيرب، بسم الله، يا اما الفيرب تو بي والفيرب تو دو والفيرب تو هاف اللي هي تعالى نسميهم اوكسيلري فيربس، الافعال المساعده. الله ينور عليك. يبقى انا دلوقتي
باخد لك اجزاء الكلام عشان تبقى فاهم معايا جملتنا بتتكون من ايه، يعني عايز افهم الكلمه دي مختصه بايه او الحاجه دي مختصه بايه. صلي على اللي يشفع فيك وتعالى معايا. احنا اتكلمنا عن النون، قلنا ان هو بيبقى اسم عين. البروناون بيبقى ضمير من ضمائر الجمع او ضمائر المفرد زي اي وي يو ذي او هي وشي وات. يا باشا جميل. قلنا عن الفيرب بيبقى حاجه من الاثنين، يا اما اكشن فيرب زي مثلا بلاي زي ستاي زي سي، اي حاجه انت بتعملها فيها حركه اكشن فيرب. وقلت عشان احط الاكشن فيرب في الجمله بتاعتي العاديه بحتاج اوكسيلري فيرب اللي هو فعل مساعد. ايه الافعال المساعده؟ زي الفيرب تو دو والفيرب تو بي والفيرب تو هاف. حلو جدا. تعالى يا باشا ناخد حاجه اسمها الادجكتيفز، الصفات. الصفات دي دلوقتي هندرسها بالتفصيل، والادفيرب الظروف هندرسها برضو بالتفصيل. طب الارتكلز زي الان والان والذا دي بتبقى ادوات. الارتكلز دي عندها ادوات بتيجي قبل الكلمه وبنعرفها. لو الان مثلا قبل الحروف المتحركه، الكلام اللي احنا عارفينه ده كله. يبقى انا دلوقتي بتكلم ان عندي حاجه اسمها الارتكلز بتبقى زي وان وذا وهكذا. طب والكونجكشنز اللي هي الروابط، وايل هقول لك انا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وايل، وين، بيفور، افتر، الكلام ده كلها اسمها ايه؟ اسمها روابط كونجنكشنز. حلو جدا. يبقى انا دلوقتي اللي درسته البروبوزيشن هناخدها عشان نبقى كملناها، زي مثلا اون، ان، حروف الجر، ات، وده كله اللي احنا عارفينه. يبقى البروبوزيشنز اللي هي حروف الجر زي ان، اون، وات، وذ، الكلام ده كله حروف جر طبعا. طبعا عندي الكونجنكشنز اللي هي الروابط زي وايل، وين، وبيفور، وافتر. يبقى انا دلوقتي خدت اغلبيه الحاجه وهندرسها طبعا بالتفصيل، بس انا عايزك تفهم معايا الدنيا. ايه البارتس اوف سبيتش؟ البارتس اوف سبيتش مجموعه حاجات انا بحتاجها اكون عارفها عشان اكون جملتي العاديه خالص. طب جينا اتكلمنا عن كام حاجه؟ اتكلمنا عن اكتر من حاجه هنقولهم دلوقتي تاني. النون بيبقى اسم عادي يا معلم، اسم احمد، مهند، ابراهيم، محمد، ساره، منى، علا، سهى، نهى، ايا كان من الكلام ده، ده الاسم يا معلم. طيب وطبعا زي ما قلنا في كومن ناونز اللي هي مثلا ايجيبت، ده اسم، تشير، الحاجات دي كلها بتبقى اسماء مش شرط اسم شخص. جميل جميل. جينا اتكلمنا عن البروناون، قلنا ان هو نوعين، لو او مثلا ضمائر الجمع وضمائر المفرد. طبعا احنا عندنا اكتر من نوع من الضمائر، مش بروناون مش ضمائر الفاعل بس، مش ضمائر الفاعل بس، مش اللي هم دول بس، احنا لسه هندرسهم تحت. في ريفلكسز بروناونز في الضمائر المنعكسه وهنعرفها بالتفصيل ان شاء الله. اتكلمنا عن الادجكتيف وهنتكلم عنها بالتفصيل. الصفه الادفيرب طبعا هي الصفه، تعالى كده نقولها بس، نقول حاجه نثبتها مع بعض. الصفه اللي هي الادجكتيف بتصف الاسماء. يبقى الصفه الادجكتيفز بتصف الايه؟ الاسماء. الله ينور عليك. طب الادفيرب بيصف الافعال، يعني الادفيرب بيصف الفعل. طب الادجكتيفز بتصف الاسماء. يا رب تكون فهمتني في دي ولسه هندرسهم بالتفصيل. اتكلمنا عن الفيرب. الفيرب انواع الفيربس بتبقى اكشن فيرب او الاوكسيلري فيربس. الاكشن فيرب اللي هو ممكن يكون حاجه انت بتعملها زي الايتنج، السليبنج، بلاينج، ايا كان من الحاجات دي. طيب الاوكسيلري فيربس زي ما قلنا الثلاث حاجات. الفيرب تو بي، انا ممكن اكتب لك الفيرب تو بي والفيرب تو دو والفيرب تو هاف. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نمسح الحته دي ونشوف الكلام. ادي يا سيدي تكوين الجمله وادي اهو اللي احنا قلناه. طيب انا عندي حاجه اسمها الفيرب تو بي. بسم الله. الفيرب تو بي، الام والاز والار. ادي الفيرب تو بي يا سيدي. طبعا احنا لسه هناخد الجدول الاصلي هفهمه لك بالتفصيل، بس انا عايز اشرح لك الحاجات السهله دي الاول. طيب الام بتاخد في الضماير اي، حلو جدا. الاز بتاخد ثلاث حاجات، الله ينور عليك زي ما انت قلت كده ابراهيم، هي وشي وات. طب الار وي يو بلس ازاي. حلو جدا. يبقى انا دلوقتي كل اللي انا اخدته حاجه بسيطه. الفيرب تو بي، الفيرب تو بي ده بيتكون من ايه يا سيدي؟ بيقول لك ان ام واز وار. ام بتاخد الاي، از بتاخد ثلاث حاجات من الضمائر هي وشي وات، والار بتاخد الوي واليو والذي. تمام. تعالى ناخد الفيرب تو دو. الفيرب تو دو ده بيبقى عباره عن ايه؟ دو، داز، دول في المضارع طبعا، وديد في الماضي. حلو جدا. طيب انا عندي دو تاخد ضمائر الجمع، الاي والوي واليو، بسم الله، والذي. طيب انا عندي داز تاخد ثلاث حاجات، هي وشي وات. ديد بتاخدهم كلهم.
خلاص يا باشا. يبقى انا دلوقتي خدت الفيرب تو بي بيتكون من ايه؟ ام واز وار. ام بتاخد الاي، هي وشي وات بياخدوا الاز، والوي واليو والذي بياخدوا الار. ده في الفيرب تو بي. طب الفيرب تو دو عندي دو داز وديد. دو بتاخد الاي والوي واليو والذي، داز بتاخد هي وشي وات، والديد بتاخد جميع الضمائر. جميل جدا. والفيرب تو هاف عشان يبقى قلناهم كلهم بامر الله. الفيرب تو هاف يا باشا بياخد ايه؟ انا عندي هاف، هاز، وهاد. طبعا هاف وهاز في المضارع وهاد في الماضي. طيب هاف بتاخد ايه؟ ضمائر الجمع. الله ينور عليك. الاي والوي واليو والذي. حلو جدا. طب الهاز هي وشي وات. الهاد جميع الضمائر. يبقى انا دلوقتي عايزك بكل بساطه تبص عليهم بصه يعني سريعه جدا. انا بقول ان الفيرب تو بي ده بيتكون من كام حاجه؟ الام والاز والار. قلنا ان الام بتاخد الاي، والاز يا باشا بتاخد هي وشي والات، والار بتاخد الوي واليو والذي. تحفه. طب انا جيت في الفيرب تو دو قلت ان انا عندي حاجه اسمها دو وداز وديد. انا الدو بتاخد عندي اي والوي واليو والذي. طيب الداز بتاخد هي وشي وات، والديد بتاخد جميع الضمائر. جميل جدا. انا عندي الفيرب تو هاف، هاف وهاز وهاد. الهاف بتاخد الاي والوي واليو والذي، والهاز بتاخد هي وشي وات، وهاد بجيب معاها جميع الضمائر عادي، لان هاف وهاز مضارع، وهاد بتبقى في الماضي زي دو وداز مضارع، وديد في الماضي. والله يا باشا سهله جدا جدا جدا. طيب تعالى يا باشا كده ناخد جدول الاصل اللي بقول لك عليه. صلي على اللي يشفع فيك. انا جيت عندي قلت لك في اول حاجه خالص اتكلمت عنها، قلت تكوين الجمله. يا باشا انا اتكلمت عن تكوين الجمله وقلت ان بيكون من سبجكت والفيرب، فاعل وفعل. انا السبجكت عندي قلت ان هو ممكن يكون ناون او بروناون، والفيرب عندي ممكن يكون اكشن فيرب او اوكسيلري فيربس. اللي هي الاكشن فيرب قلنا ان هي افعال الحركه او ان انت بتعملها وبحتاج معاها اوكسيلري فيرب الافعال المساعده عشان تقويها في الجمله. لازم عشان اصرفها مع الجمل بتاعتي اسال بيها وانفي بيها محتاج اوكسيلري فيربس. حلو جدا. يبقى انا دلوقتي خدت انواع السبجكتس وانواع الفيربس. حلو جدا. طب تعالى كده نشوف بقى الجدول الاصلي ده احنا محتاجه. يعني انا عايزك تفهم الجدول ده معايا بحيث ان انت تبقى عارف انا بجيب التكوينات بتاعه الازمنه ازاي. احنا كده كده هنشرح الازمنه ان شاء الله طول السنه بالتفصيل، هفنشها لك بامر الله. انا بكلمك ان انا عايزك تفهم بس انا ليه بجيب مثلا مع البريزنت ام واز وار، مع الباست باخد الوز والوير، مع الباست بارتيسيبل باخد البن. فانا دلوقتي ده اللي عايزك تعرفه في الجدول الاصلي ده. طيب انا جيت اتكلمت دلوقتي عن البي والدو والهاف، صح؟ انا قلت في الفيرب تو بي باخد في البريزنت ام واز وار، في المضارع ام از ار. طب في الباست ووز وير. طب في الباست بارتيسيبل عندي البن. يبقى دي تصريفات الفيرب تو بي. ماشي. الفيرب تو بي فين؟ في المضارع والماضي والباست بارتيسيبل، والمضارع والماضي والباست بارتيسيبل. يبقى انا عندي في المضارع ام واز وار. طب في الماضي ووز وير. طب في الباست بارتيسيبل بن. طب تعالى يا باشا ناخد دو. في دو عندي في البريزنت دو داز. دو داز. طب عندي في الباست ديد. في الباست بارتيسيبل دون. ادي التصريف الثالث يا سيدي. طب هات لي هاف، الفيرب تو هاف. عندي في البريزنت هاز وهاف. طب في الباست هاد. في الباست بارتيسيبل هاد برضه. طب انا كده ايه؟ يبقى احنا كده بنقرا، احنا مش فاهمين الدنيا. طب صلي على اللي يشفع فيك. انا جيت قلت لك دلوقتي هات لي مثلا زمن المضارع المستمر. مثلا المضارع المستمر يا سيدي بيتكون من ايه؟ ام واز وار زائد الجيرند، الفيرب بلس الاي ان جي. انا بقول لك عادي احنا كده لسه هناخدهم بالتفصيل. ام واز وار. يبقى انا قلت المضارع المستمر. انا سيبك من حته المستمر، المضارع. يبقى عايز الفيرب تو بي في المضارع. فانا هاخد ام واز وار بلس الجيرند الاي ان جي. ده لو هتكلم مثلا عن المضارع المستمر. طب تعالى عايز اقول لك هات لي الماضي المستمر. الله ينور عليك. انا هاخد الايه؟ الفيرب تو بي في الماضي ووز وير بلس الاي ان جي. بكل بساطه انا بعلمك ازاي تجيب من الجدول ده، او ان احنا نفهم ان احنا ازاي نجيب الزمن اصلا. احنا ليه بنجيب الفيرب تو بي في مثلا ام والاز والار في المضارع؟ طب انا دلوقتي اتكلمت ان انا لو عايز المضارع المستمر انا هاخد ام واز وار في الفيرب تو بي. انما لو في الماضي ووز وير. وطبعا دي في الماضي التام بتبقى هاد زائد بن او التصريف الثالث او ايا كان بنستخدمها في المبني المجهول. طيب في دو انا عندي دو داز في المضارع، وديد في الماضي، ودن في الباست بارتيسيبل. عندي في الهاف
هاز وهاد في المضارع، هاد في الماضي وهاد في الباست بارتيسيبل برضه. يبقى انا دلوقتي بتكلم انت ازاي بتجيب الازمنه بالتكوين بتاعها. انا بجيبها من الجدول ده، ان انا بعرف ان الفيرب تو بي في المضارع وفي الماضي وفي في التصريف الثالث للفعل، ان احنا لينا كل ده ليه شكل. ازاي؟ طيب انا عندي في البريزنت باخد ايه؟ ام واز وار، ده في الفيرب تو بي، ركز معايا. في الفيرب تو بي عندي ام واز وار في المضارع. طب عندي في الماضي ووز وير. طب عندي في الماضي في التصريف الثالث اللي هي الباست بارتيسيبل عندي بن. حلو جدا. طب في دو، في الفيرب تو دو انا عندي دو داس في المضارع. طب وديد في الماضي، دون في الباست بارتيسيبل. عندي هاف، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عندي هاف بتاخد الفيرب تو هاف طبعا، هاز وهاف في المضارع، في البريزنت، في الباست هاد، في الباست بارتيسيبل هاد. صلى على اللي يشفع فيك. وتعالى ناخد حاجه اسمها الموديل فيربس. الموديل فيربس دي اللي هي الافعال اللي بيجي وراها الانفينيتيف، كده كده احنا هندرسها برضو بالتفصيل. زي ايه؟ may، might، will، would، can، could، shall، should، must و mustn't. طبعا دي كلها الحاجه اسمها موديل فيربس، بتيجي وراها على طول الانفينيتيف او البي بي، بس لسه هندرسها بالتفصيل برضو. انا مش عايزك تستعجل، انا عايزك تفهم الحاجه دي بس بنتكلم عنها ازاي. يبقى انا دلوقتي انا عندي الموديل فيربس، حاجه اسمها الموديل فيربس بتبقى عباره عن may ومايت، shall وشود، كان وكود، will وود وماست. تعالى يا باشا نخش على اللي بعده، الصفات. يا باشا الصفات بكل بساطه بتقول لك بسم الله. الصفه اولا احنا ما بنجمعش صفه، الصفه لا تجمع، الصفات لا تجمع، اقسم بالله. الصفات الادجكتيفز والادفيربس مش بنجمعهم. فما تجيش في مره تقول لي مثلا فاست، تقول لي مثلا عايز تقول سمول، عايز تجمعها، دي ما بتتجمعش كده. احنا بنجمع اللي بعدها، بنجمع الموصوف. عربي، شغل عربي، بس اهم حاجه تركز فيه ان الادجكتيفز الصفه ما بتتجمعش. طب الصفه دي في مكانها بيبقى فين؟ بتيجي بعد افعال الحواس. تعالى يا باشا هنا اهو، بعد افعال الحواس زي سي، سميل، ماشي، عندك مثلا تاتش وهكذا. عندك بتيجي قبل الاسم، الصفات بتيجي قبل الاسم وبتيجي بعد الحال اللي بيوصفها. زي ايه؟ عندك مثلا شويه امثله بيقول لك الصفه قبل الاسم بتيجي ازاي. هي از ركز في دي عشان هنتكلم عن دي ارتكل، ها، اللي احنا سالنا عليها فوق، اداه. ارتكل يعني اداه. هي از جريت بيرسون، انا دلوقتي بقول ان هو شخص عظيم جدا. انا فين الصفه وفين الموصوف؟ انا جيت قلت لك هنا يا معلم ان الصفه بتيجي قبل الاسم، وحياه ربنا ما بحاور عليك، الصفه بتيجي قبل الاسم. ازاي يا عم؟ ادي النون بتاعنا بيرسون، حلو جدا. تعالى نشوف اللي قبله جريت. جريت دي ايه؟ ادجكتيف، الله ينور عليك. طب انا ليه حطيت الايه؟ الله ينور عليك. ادي بتبقى اداه ان انت تخلي حاجه مفرد. فانا مثلا دلوقتي بتكلم عن شخص، انا بقول ان هو شخص عظيم، بس انا بقول ان هو شخص، ما ينفعش احط جريد كده من غير الاء او الان. انا بضيف لها الاداه دي عشان اقول ان ده الاداه دي اصلا مش بتاعت الادجكتيفز، بتاعت البيرسون، بتاعت النون. يبقى a person a great person، بس انا هنا الاء مختصه بالنون مش بالصفه. حلو جدا. طب تعالى نجمعها. بص جمعها لي ازاي. اولا هي از بقت they are، شال الاء لان الاء قلنا ان هي اداه مفرد، اداه للمفرد. حلو، احنا طبعا مش هنا، بس انا بقول لك ان الاداه دي اداه مفرد، فانا ما ينفعش في جمله الجمع اجيب they are great people. بس هو دلوقتي عمل ايه؟ هو دلوقتي يا باشا جاب لي جريت بس شال الاء من قبلها وحط لي جمع لي persons او people. حلو جدا. يبقى دلوقتي قلنا في الصفات بسرعه كده بتيجي بعد الحواس، تيجي قبل الاسم، كده كده هندرسها بالتفصيل. بعد الحواس وقبل الاسم وبعد الحال اللي بيوصفها. جميل يا باشا. تعالى ناخد اللي بعده. بيقول لك ايه؟ الصفه بتيجي بعد شويه افعال زي ايه؟ الفيرب تو بي وافعال جيت وبيكم. جميل جدا. يبقى الصفه بتيجي بعد الفيرب تو بي وجيت وبيكم وافعال الحواس زي ما قلناها فوق، زي ايه؟ فيل، ساوند، سميل، لوك، تيست، دي كلها افعال حواس. طيب وبتيجي بعد الحاله اللي بيوصفها. يعني ايه بيجي بعد الحاله اللي بيوصفها؟ بيدينا جمله بيقول لك اتس اكستريملي هوت. دلوقتي انا عندي الصفه فين؟ الله ينور عليك. الصفه هوت جايه بعد ايه؟ اكستريملي. اكستريملي دي حاجه ان هي اقصى حاجه، يعني درجه الحراره صعبه جدا جدا جدا. يبقى انا دلوقتي جبت الحال ده ادفيرب يا جماعه، ده الادفيرب اللي هي اكستريملي. وفي الاغلب بص عشان في ناس بتتلخبط في الحته دي، في الاغلب الحال بيبقى منتهي بالواي، والله مش على طول، في الاغلب
الحال منتهي ب ال واي على طول؟ اقسم بالله ابدا، في الاغلب. انا بقول لك اهو. يبقى دلوقتي اكستريملي هوت، دلوقتي ان الاكستريملي ده الادفيرب. طب هوت ادجكتيف صفر، حلو جدا. طب انا دلوقتي عندي كلمات معينه كده زي كلمه فيري. فيري دي ينفع تيجي قبل الادفيرب، ينفع تيجي قبل الادفيرب وقبل الصفر. he is very good، he plays very well. طبعا انا ليه، انا عايزك بس حاجه بسيطه جدا. انا اولا جود هنا adjective، ركز معايا بالله عليك. طب will دي adverb، ادي صفه زي جود، الادجكتيف بتاعها او الادفيرب بتاعها انا اسف will اللي هو حال او ظرف. طيب انا جود هنا بتصف انا قلت في اول لو تفتكر معايا كده وكنت مركز معايا، قلت ان الادجكتيفز بتصف الايه؟ الناونز، الاسماء. يبقى الصفه دي بتصف الاسم. هتلاقي مثلا ايه؟ هي از فيري جود. طبعا انا هي هنا عندي ناون بس بروناون مش ناون، بس عندي اللي هي دي سبجكت الفاعل، فانا بتصف الاسم فبتصف البروناون اللي هو طبعا هي، ده عايد على شخص كده كده، فهنا الصفه بتصف اسم. طب الادفيرب اللي هي ويل بتصف بلايز، يبقى هي بلايز فيري ويل، هو انا عايز اقول ان لعبه كويس جدا. تمام؟ يبقى انا دلوقتي وصفت ايه؟ وصفته هو كشخص ولا وصفت حاجه هو بيعملها؟ فعل هو بيعمله. جدع، انا وصفته هو فعل بيعمله، فعشان كده دي اسمها ادفيرب. وتعلمها ازاي يا باشا؟ انا عندي الادفيرب، ادفيرب بيصف الايه؟ الفيرب. الادفيرب بيصف الفيرب، انما الادجكتيفز بتصف الناونز اللي هي الاسماء. ان شاء الله تكون فهمتني، وحاجه سهله جدا جدا وهنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. طب جه قال لك يا باشا الادفيرب، بسم الله الرحمن الرحيم، اسلكي معانا بالله عليك اسلكي. الادفيرب يا سيدي بيقول لك ان هو طبعا بيصف الفيرب، بيجي اصلا بعد ايه؟ بعد الفيرب، يعني الفيرب بلس الادفيرب. زي مثلا هي بلايز ويل، هنا ده الفيرب وده الادفيرب. حلو جدا. وممكن تيجي في اول الجمله عامه، عشان بس الحال ملوش مكان، الادفيرب عامه ملوش مكان ثابت. يعني مش هاجي اقول لك مثلا اول لما تشوف الكلمه في مكانها الفلاني قول لي دي ادفيرب، اقسم بالله ابدا وحياه ربنا ابدا. انا دلوقتي بكلمك ان الحال ممكن يجي في اي مكان في الجمله، بنعرفه ازاي؟ من الحاجات اللي انا بقول لك عليها. يعني الادفيرب بيبقى الفيرب وراه على طول الكلمه مثلا اللي بتوصف الفعل، هي بلايز ويل. تمام؟ دي دلوقتي انا عملت ايه؟ انا وصفت الفعل بتاع الشخص. طالما وصفت الفعل بتاعه يبقى انا دلوقتي بتكلم في الادفيرب مش الادجكتيفز. بتيجي في اول الجمله fortunately I found my phone، انا بقول ان لحسن الحظ انا لقيت التليفون بتاعي. fortunately هنا هي الادفيرب بتاعي. تمام؟ يبقى الادفيرب بتاعي ايه؟ fortunately I found my phone، ده المثال اللي كانوا مديهولي. حلو جدا. هنا بيفرق لي ما بين كلمه اسمها quiet وكوايت. ايه الفرق يا معلم؟ الفرق انا عايز اعلمها لك بلون ان شاء الله هتاخد بالك منه. الفرق في الاخر حرفين. تمام؟ اخر حرفين. كوايت الاي اخر حرف خالص بتبقى معناها الى حد ما. دي طبعا adverb بيلعب عليها كتير جدا والله العظيم في الامتحانات. الحاجات دي اللي هي اللانجوج نوتس او البتوين لاينز، هي دي اللي احنا يعني بيحبها قوي في الامتحان، فانا عايزك تركز فيها. طيب في كلمه ثالثه برضو اسمها كويت، تبقى نفس الفكره بس دي معناها استسلام او يستسلم يعني. طيب يبقى كوايت اللي اخرها اي، وكوايت الاي اللي قبل التي. طيب كوايت اللي اخر الكلمه اي خالص تيجي بمعناها الى حد ما. تمام؟ كوايت ديفرنت، انا مختلف الى حد ما مثلا. طيب وده بتبقى ادفيرب. طب كوايت الاي اللي قبل التي بمعنى هادي، هنا طبعا الله ينور عليك انا سمعتك وانت بتقولها لي ادجكتيفز. يبقى دلوقتي يا معلم بيديني فرق كده ما بين حاجتين، كلمتين شبه بعض جدا جدا وكلها بتتلخبط فيها. طب انا دلوقتي عايزك تركز معايا، بتقول لك ان كوايت الاي اخر الكلمه الى حد ما، الاي اخر الكلمه الى حد ما، الثانيه معناها هادي. طب الى حد ما دي ادفيرب، الثانيه اللي هي هادي طبعا دي صفه اللي هي كوايت. حلو جدا. بيجي يقول لك الكلمات اللي زي فيها برضو بينفع ان هي تكون ادفيرب وبتكون صفه في نفس الوقت، هارد وفاست. دي انت لو لقيتها في هارد صعب وفاست سريع طبعا، دي انت لو لقيتها في الجمله اعرف ان ممكن تكون صفه وممكن تكون حال عادي جدا. تمام؟ تمام يا باشا. يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن الادفيرب، هنقوله كده بسرعه جدا. الادفيرب انا قلت ان هو ملوش مكان محدد، بس في الاغلب بيجي ازاي؟
على فكره في المضارع التام هتلاقي الادفيرب بيجي في النص زي جاست زي اوريدي زي الكلام ده كله، فممكن يحط لك في نص الجمله. طب ما ساعتها ده برده ادفيرب. عشان كده بقول لك هو ملوش مكان معين، انا بس خدت الاماكن الاساسيه بتاعته. ايه الاساسي بتاعه؟ ان هو بيجي بعد الفعل. ليه يا عم بيجي بعد الفعل؟ لان هو اصلا بيصف الفعل. الله ينور عليك. انا جيت قلت الفيرب بلس الادفيرب زي ايه؟ هي بلايز ويل. طب انا جيت قلت ان هو ممكن يجي في اول الجمله fortunately unfortunately I found مثلا ماي فون، ان انا لقيت الموبايل بتاعي. طب انا جيت اتكلمت عن فرق ما بين كلمتين حلوين جدا 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 وبيلخبطوني كتير. كوايت لو الاي اخر الجمله الى حد ما، لو الاي اخر الجمله الى حد ما ادفيرب. طب كوايت الثانيه ادجكتيف على طول، صفه بمعنى هادي. عرفت ان في كلمتين مثلا او بعض من الكلمات زي هارد وزي فاست بينفع احطهم يعني صفه واحطهم ادفيرب، الاثنين لو اتحطوا في الجمله تعرف ان هم ينفعوا الاثنين يعني. جميل يا معلم. تعال نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هتيجي ان شاء الله معانا ايه؟ ماشي. طب ما الحمد لله سالكه سالكه والله يا جدعان. انا جيت كلمتك عن البروناونز، الضمائر يا باشا. انا عندي ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. ضمائر الفاعل زي ايه؟ الاي والوي واليو والذي والهي والشي والات. ادي ضمائر مفرد وضمائر الجمع يا سيدي. انا عندي الاي ضمائر الفعل وقلناها الاي والوي واليو والذي والهي والشي والات واتكلمنا عنهم فوق. تعالى بقى ناخد ضمائر المفعول. ضمائر المفعول اولا دي ات، ماشي؟ ات. طب ضمائر المفعول بيقول لك ايه؟ مي، هيم، هير، اس، ذم. تعالى ناخد جمله يا سيدي. يقول لك مثلا هي مثلا يعني played with me، كان بيلعب معايا كوره. حلو. يبقى انا دلوقتي تكوين الجمله بتاعي ايه؟ انا عندي السبجكت الفاعل، عندي الفيرب متصرف في الماضي البسيط، وعندي الميدي اللي هي ضمائر المفعول. هنا بتحل محل المفعول. ركز معايا، مش عايز اكلمك تحل محل والكلام ده عشان انت متعقدنا عربي، بس انا بكلمك دلوقتي ضمائر المفعول احفظها لي. مي، هيم، هير، ات، اس وذم. تاني مي، هيم، هير، ات واس وذم. هنقولها مره كمان. مي، هيم وهير، ات واس وذم. حلو جدا. طب انا عندي حاجه اسمها ضمائر الملكيه، والله سهله جدا وركز معايا فيها يا باشا. ضمائر الملكيه دي بيقول لك يو تبقى مثلا مع الماي تبقى ماين. انا عايز اقول مثلا ان دي حقيبتي، فاقول مثلا ماي باج، ماي بن، او ذيس باج از ماين. انا بقول ان الشنطه دي بتاعتي، تخصني، ملكي. واخد بالك انت ازاي؟ فانا دلوقتي بتكلم ان الحاجه اللي تخصني ماي وماين. ماي مثلا، بس دي طبعا بتبقى بلس النون يا جماعه، ركزوا معايا. العمود اللي في النص ده بيجي وراه النون على طول. هنا ممكن ما احتاجش النون، زي ما قلت مثلا دلوقتي this pen is mine، انا بقول القلم ده ملكيتي انا، خاص بيا انا. this glass is mine، انا بقول ان هي يعني ملكي انا، فانا ما احتاجتش الفيرب النون بعدها. انا هنا هحتاج هقول هنا this is my glasses، دي نظاراتي مثلا، يعني مثلا this is my pen، this is my bag. فانا دلوقتي بقول ان دي حاجه عن الماي او العمود اللي في النص ده هيز وهير واتس واور وذير بيجي وراها النون، انما ماين وهيز وهيرز واور وذيرز هنعرفهم كده كده، مش محتاجين النون يعني وراها. طب هي بتبقى ايه؟ هيز وهيز. طب شي بتبقى ايه؟ هير وهيرز. جميل. ات بتبقى اتس وبرده اتس، وي اور واورز، وذي ذير وذيرز. حلو جدا. يبقى انا بتكلم في الملكيه، انا ممكن اعوض عنها بحاجه من الاثنين دول، حاجه من الاثنين دول. لو انا عندي الشكل ماي او هيز او هير او اتس او اور او ذير بيجي وراها النون، بيجي وراها النون. انما دول لا، دول عادي اعمل لوحدهم. جميل جدا. ادي ضمائر الملكيه. يبقى احنا خدنا ضمائر الفعل وضمائر المفعول وضمائر الملكيه. تعال نتكلم عن الضمائر المنعكسه، ريفلكسز بروناونز. بيقول لك يا باشا يعني ايه ضمائر منعكسه؟ اي ميد ات. تعالى نقول مثلا اي موقف. دلوقتي مثلا انت طبختي اكله، يعني مثلا وده ما بيحصلش، ايا كان اللي انت عملتيه، عايزه تقولي لهم في البيت تفرحيهم وبقى يعني ان انت عملتي حاجه ليك انت يعني. اي ميد ات ماي سيلف، انا عملتها بنفسي، يعني ده انا اقسم بالله كتر خيري. فانا دلوقتي بتكلم ان دي ضمائر منعكسه، حاجه انا ممكن اكون عملتها عايده عليا او عايده على الشخص. ان شاء الله تكون فهمتني. يبقى الريفلكسز بروناون ماي سيلف، هيم سيلف، هيز سيلف، يور سيلف، اتس سيلف، اور سيلف، وذيم سيلفز. جمعناها هنا عشان زمها. الله يرضى عليكم وركزوا معايا. يبقى دلوقتي مثلا انا بقول انا جيت عملت اكله جامده جدا جدا جدا، او جبت جون جامد جدا، فاي سكورد ماي سيلف، ده بمجهودي
حاجه انا اللي عملتها يا باشا. فخلاص طالما حاجه انت اللي عملتها يبقى ضمائر منعكسه، حاجه ضمير منعكس عليك، على الشخص ذات نفسه. فهتبقى ماي سيلف وهيم سيلف وهيز سيلف، يور سيلف واتس سيلف واور سيلف وذيم سيلفز. حلو جدا. تعالى ناخد اللي بعده. طيب انا دلوقتي عندي هتكلم عن الازمنه، التنسز. كده كده احنا هناخدها بالتفصيل الممل طول السنه، سواء انت في اي مرحله انت كده كده بتدرس التنسز. بس انا عايزك تفهم حاجه معينه في بسم الله الرحمن الرحيم كده. انا عندي حاجه ثابته، البوست والبريزنت والفيوتشر اللي هندرسه طول السنه. ايه انا عايزك هو ده اللي تفهمه. ها في البوست انت هتدرس البوست سيمبل، طب والبوست كونتينوس والبوست بيرفكت والبوست بيرفكت كونتينوس. انا هو ده اللي هقوله لك. احنا مش هنتكلم عن الازمنه بشكل تفصيلي دلوقتي خالص، لان انت كده كده هدرسها لك، بس انا كنت حابب اعرفك كل حاجه احنا ممكن بنستخدمها في الجمله بتاعتنا ايه. فانا دلوقتي اتكلمت ان الازمنه في البوست او في البريزنت او حتى في الفيوتشر، انا في البوست باخد بوست سيمبل او بوست كونتينوس، طب وباخد بوست بيرفكت وبوست بيرفكت كونتينوس. طبعا في البريزنت نفس الفكره، بريزنت بيرفكت، بريزنت بيرفكت كونتينوس، او بريزنت سيمبل، او بريزنت كونتينوس، او بريزنت بيرفكت. مضارع تام او مضارع مستمر ومضارع بسيط ومضارع تام مستمر. نفس الفكره في الفيوتشر. يبقى دلوقتي كده بامر الله هو ده اللي هندرسه في حته الازمنه. عايزك تفهم ان كل حقبه زمنيه، تعال نسميها حقبه زمنيه، معلش حقك عليا، بوست والبريزنت والفيوتشر. في البوست انت هتدرس البوست سيمبل والبوست بيرفكت، البوست بيرفكت كونتينوس والبوست كونتينوس الماضي المستمر. طب في البريزنت نفس الفكره، وفي الفيوتشر نفس الفكره. ان شاء الله بامر الله تكون استفدت بكامل الاستفاده. عايزك تذاكر المحاضره دي كويس جدا 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 جدا، تكتبها لو عرفت تكتبها ورايا، بامر الله هتفيدك جدا ان انت تبقى فاهم انت داخل الجمله بتتكلم فيها ازاي او بتتكلم فيها على اساس ايه. ان شاء الله بامر الله هتشوفوني كتير المره الجايه، ما تزهقش مني كده، وعايزك تحبني ها عشان ما نتخانقش من بعض. وبامر الله القاكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.